السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض طريقة الماربل كيك او كيكة التايجر. طريقة سهلة وحلوة وخفيفة، هتقدميها للضيوف كده في اي وقت، وطعمها تحفة وخطير. ايه رأيكم في الشكل الحلو ده؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. معانا كوباية لبن، وكوباية سكر، وكوباية زيت، ومعلقتين كاكاو، وحوالي 3 بيضات، ومعانا كوبايتين ونص دقيق بنفس الكوباية اللي بتعايري بيها السكر، كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر، ومعانا معلقتين خل. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. معانا طبق كده غويط شوية، ومعانا فيه هنكسر ال3 بيضات فيه اهو، وهنضربهم الاول كده بالمضرب ونحط عليهم، بس هنضيف عليهم دلوقتي معلقتين الخل علشان البيض ما يبقاش معاكي زفر ولا يخلي ريحة الكيكة زفر. كده معلقتين الخل اهو، وهنحط عليهم كيس الفانيليا، وهنضرب كل ده كده مع بعضه الاول لوحديهم كده. وبعد كده هنضيف كوباية السكر، هنخلطهم كلهم كده مع بعض. يعني كل اي مكون هنضيفه لمدة مثلا 3-4 دقايق او 5 دقايق كده، تضربيهم بالمضرب. الزيت بقى هنحط ايه، مش هنحط الكوباية كلها، مش هنضيف الكوباية كلها مع بعض، يعني هنحاول نحط الزيت حبة حبة كده وانا شغالة بالمضرب. ما تحطيش الكوباية كلها مع بعض، واحدة واحدة كده وانت شغالة. انا ما فصلتش المضرب خالص اهو. هنضيف الزيت، دول اخر حبة معانا اهو، هنحطهم كلهم كده. خلاص حطينا السكر والزيت، بنخلطهم بس شوية كده، واللبن بردك نفس الطريقة. بنضيف اللبن كده، بصي تحطي حبة حبة صغيرين والمضرب معاكي شغال كده. حطينا اخر حبة لبن معانا كده. ما هنحط الدقيق، هنفضي عليه كيس البيكنج باودر، ونحط حبة ملح صغيرين خالص على الدقيق، ونقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض كده. وهنضيفها واحدة واحدة على الخليط اللي احنا عملناه، واحدة واحدة كده. وتحاولي تضربيهم بالمضرب بالراحة، مش كتير، يعني بتاع 3-4 دقايق او بالكتير قوي 5 دقايق. هنقسم بقى الخليط ده دلوقتي نصين، يعني تحاولي تخلي الكمية كده قد بعض تقريبا. يعني هنجيب حوالي 3-4 معالق مية، ومعلقتين الكاكاو الخام اللي احنا قلنا عليهم في المقادير. هنضيف معلقة مية كده بالراحة، احنا مش عايزينها سايلة، احنا عايزين بس ندوب الكاكاو علشان هنضيفه على نص كمية الخليط اللي احنا قسمناه. كده كفاية مية قوي. بصي يعني هي مش سايلة، يا دوبك بس فككت الكاكاو من بعض. هنضيفها دلوقتي على نص الكمية التانية اللي احنا قسمنا الخليط بتاعنا على ايه مرتين اهو، ونقلبها كويس خالص. احنا كده بقى جاهزين ان احنا هنحطها في الصينية بتاعتنا. لو عندك صينية كده مختلفة بأي شكل حطيها فيها عادي. هناخد دلوقتي كمية الخليط كده بكبشة عندك، هتحطي ايه واحدة واحدة. هنحط طبقة من الخليط الابيض اللي احنا عاملينه، وطبقة من الخليط اللي بالكاكاو، واحدة واحدة خالص، وما ترجيش الصينية ولا اي حاجة، هو هيسيح مع بعض وياخد الشكل بتاعه. لغاية تكرري كده العملية دي لغاية لما تخلصي كل العجين اللي عندك. كده احنا خلصنا خالص اهو. طبعا احنا قايدين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 قبلها ب10 دقايق عشان يسخن كويس. كده حطيناها ومش هنفتح عليها دلوقتي خالص قبل تلت ساعة. كده تقريبا بردك لسه ما استوتش. هنجيبها خلة بتاعت السنان وتحطيها كده. بصي العجين في الخلة ازاي، العجين اهو. طبعا هي كده لسه ما استوتش، هنسيبها حوالي 10 دقايق. هي بتاخد في الفرن حوالي نص ساعة او حوالي 35 دقيقة او 40 دقيقة بالكتير قوي، هتبقى مستوية معاكي. كده استوت. انا سبتها 10 دقايق تاني واستوت، وده المنظر بتاعها النهائي اهو. شوفوا شكلها حلو ازاي. هنجيب طبق كده او صينية عندك وهنقلبها فيه، هتتقلب معاكي بكل سهولة، ما فيهاش اي حاجة لانك سبتيها طبعا بردت. بص المنظر ده بتاعها النهائي اهو، وعالية وطرية وخفيفة وجميلة، وعاملة زي الكيكة الاسفنجية بالظبط.
لان المقادير بتاعتك مظبوطة طبعا زي ما احنا قلناها مع بعض. هتخرطيها طبعا بقى كده وتقدميها مع شاي، مع عصير للاولاد، حلوة جدا. على فكرة انا مخرطاها وهي سخنة، يعني بصوا شايفين حتى البخار اهوت، انا خرطتها لكم وهي سخنة. بصي طرية ازاي، طرية وهشة وجميلة جدا. لو عندك بقى صوص شوكولاتة، اي صوص انت عايزة تزوقي بيه براحتك خالص، هي بتتاكل كده طعمها تحفة. بس انت الصوص لو انت عندك اي صوص شوكولاتة بتزوقيها بيه، بتدي منظر حلو طبعا، وبتتقدم بالشكل الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده للضيوف مع العشاء، طعمها تحفة، خفيفة وطرية وجميلة، وفعلا طعمها حلو قوي. جربوها هتعجبكم جدا. ايه رأيكم في المنظر الحلو ده؟ لو الفيديو عجبكم يا حبايبي اعملوا لايك واشتركوا في القناة وقولوا رأيكم في التعليقات.